السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة كده للسمك، إن شاء الله تعجبكم بطريقة المحلات. وهنقول مع بعض المقادير ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. معنا هنا سمك بوري، أنا طبعا منضفاه زي ما احنا شايفين، منضفاه كويس جدا، وطبعا عارف المحلول بتاعه، وشايلة طبعا القشور اللي عليه. معايا هنا طبعا بطاطس مقطعاها بالسمك دوت. معانا بقى فلفل، معنا جزر مبشور، معنا بصل، وهنقول بقى باقي المقادير واحنا شغالين. تعالوا بقى نعمل التتبيله بتاعتنا بتاعت السمك. معانا حوالي معلقه من الثوم المفروم، ومعانا هريسه شطه زي ما احنا شايفين كده، ومعانا هنا حوالي 2 ليمونه معصوره. هناخد بقى التوابل بتاعتنا. هنا الملح، والكمون، وده طبعا الكمون، وكزبره ناشفه، وطبعا عندك بابريكا، انا عندي شويه. من البابريكا المدخنه. هنقلب كل ده بقى مع بعضه. قلبناها كده كويس مع بعضها. هناخد بقى هنقسمها نصين، هناخد جزء كده على السمك، ونتبل السمك ده كده ونسيبه شوية، يعني نص ساعة كده ولا حاجة. هنتبل السمك كويس كده بيه. بالشكل دوت، وهنسيبه كده مع نفسه زي ما احنا شايفين. تبلنا السمك كده وهنسيبه نص ساعة، او لو حابة تسيبيه اكتر من كده مفيش مشكلة. هون تعالوا بقى على ما السمك يتبل كده، هناخد البطاطس اللي احنا مقطعينها، هننزل بيها في الصينية. هناخد بقى مع البطاطس، هناخد البصل والفلفل والجزر، وهننزل بقى بيه كده. هناخد بقى نص التتبيلة اللي احنا كنا سايبينها دي، هنبدأ بقى نفضيها كلها كده على البطاطس والفلفل، وهنقلبها كده كويس بايدينا. بالشكل دوت. تعالوا بقى ناخد السمك بعد ما اتبل كده وسيبناه شوية، هنبدأ بقى نرصه كده على وش البطاطس بالشكل دوت. كمية السمك بقى اللي انتي حباها، حابة تعملي بطاطساية بسمكية، حابة تعملي 2، حابة تعملي 3، على حسب افراد اسرتك هتعمليه. زي ما احنا شايفين كده وزعنا كده كل السمك على وش البطاطس. هناخد بقى حاجة بقى كده، طبعا مش هنرش، طبعا المفروض في الوقت دوت احنا بنحط زيت. لا احنا بقى مش هنحط زيت، احنا هنحط بقى الحاجة اللي المطاعم كلها بيستعملوها، وهي ايه بقى؟ الزبدة. هناخد كده قلبين زبدة،
بالشكل دوت. ونبدأ بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط. وبعد كده هنسيبها حوالي من تلت ساعة نص ساعة على ما السمك طبعا والبطاطس تستوي. وطبعا هنولع لها الشواية بعد ما يستوي ونشوف هيبقى شكلها ايه. وده شكل السمك بعد ما خرج من الفرن، جميل جدا وريحته جميلة. يا ريت تجربوه ان شاء الله يعجبكم زي ما احنا شايفين كده. وهنقدمه بقى مع شوية رز ابيض بالشكل دوت، جميل جدا ويا ريت تجربوه. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.